الست أم كلثوم في باريس. بعد 5 شهور من نكسة 1967 وافقت أم كلثوم إنها تغني في باريس، ودخل الحفلة كان رايح للجيش المصري، ومقدم الحفلة قال هنغني النهاردة في فرنسا وبكرة في القدس. أم كلثوم قالت للفرقة المعدة مش هنغني النهاردة يا ولاد، وشوارع فرنسا اتقلبت على الحفلة، واتصل بيها برونو كاكاتراكس مدير مسرح الأولمبيا، وده بيعتبر أكبر وأهم مسارح باريس، وكان عشان يتفق معاها على المقابل المادي اللي هتاخده عشان تغني. وسألته الست أم كلثوم كم أجر أديس بياف، وأديس هي أكبر وأهم مطربة في الوقت ده وواحدة من أهم علامات الغناء في العالم كله. ورد الراجل وقال لها إنها بتحصل على ما يساوي 10 مليون جنيه مصري. فقالت له ام كلثوم انا كمان هحصل على 20 مليون في الحفلة، واغني اغنيتين بس، هو احتمال اغني 3. استغرب